الحزب بيدخل مرحله الانهيار. اوضح انه قدم استقالته من الحزب لان الحزب كان ليه يعني قال انه في الاول كان مبني على بعض المبادئ المثاليه، لذلك حتى اسمه اوله حرفين AK، وAK دي ترمز للابيض عندهم، الابيض النظيف او النظيف عندهم، وهو كان المفروض ان هو قايم على مثاليات وعلى مبادئ كتير، لكنه اكتشف انه بعد شويه تخلوا او اعضاء الحزب غالبا طبعا برئيسهم تخلوا عن مبادئ هذا الحزب، وده وصل للحزب نفسه يعني كل القيادات وحتى الاعضاء. وقال ان اسم حزب العداله والتنميه مهم جدا حيث ينطلق للدلاله على الابيض او النظيف، وده ما بقاش موجود وبقى فيه فساد كتير وفقر ومحظورات. بالظبط كده. ويمكن اخر لطمه خدها اردوغان هي بتاعه مجلس الامن، يعني استبعاد تركيا من عضوية مجلس الأمن اللي كانت المفروض مرشحة له وفوز أسبانيا بيها. دي كانت أكبر لطمة إن أردوغان ماشي على الطريق العكس. يعني هو حضرتك معظم دول العالم دلوقتي تيقنت يقينا أن أردوغان هو أكبر ممول بعد قطر للإرهاب وللجماعات الإرهابية. اللي بيحصل في سوريا سواء في كوبني أو في عين العرب الموجودة هناك أو للأقراض الموجودة أو مساهماته الكبيرة جدا مع إيران مع بعض الدول للأسف اللي عايزة تعمل قلاقل داخل منطقة الشرق الأوسط، بتؤكد أن أردوغان إيديه ملطخة بالدماء. هو عنده صرعة لعودة العثمانية مرة أخرى. العثمانية دي اللي قتلت أكثر من 1.5 مليون أرمني قبل ذلك. عمر الدول الأوروبية ما هتدي زي ما بقول الكارت بلانش لتركيا أن هي تنضم للاتحاد الأوروبي على الإطلاق، لأن إيديها ملوثة بالدماء قبل كده. مش ممكن. وبالتالي كل يوم بنكتشف حاجة جديدة. دلوقتي القضاء اللي كان كشف يعني حالات خطيرة جدا يا أستاذة هناء من تورط أولاد أردوغان، أولاد بعض الوزراء في قضايا فساد في تركيا. ورغم كده جاء رئيس، ومع ذلك جاء رئيس، ومع ذلك كمان دلوقتي ضم القضاء لحيزته، يعني للحيز بتاعه. أنا فاكرة أن أردوغان من فترة طويلة كان لما حصل موضوع الفساد ده وجه كان في حكم أحد أحكام القضائية ما كانش على هواه، قال تصريح يعني الحقيقه ضد القضاء، وكان بيقلل جدا من شأن القضاء، واستغربنا ان هو يكون كان ساعتها رئيس الوزراء وان هو يعني يشير لقضاء بلاده بانه فاسد او انه كذا، لانه لمجرد انه بالظبط. وهو حضرتك اعطى تعليمات، ما اعرفش ازاي استجاب له القضاء، وتم حفظ كل القضايا اللي كانت ضد اولاده وضد بتهم الفساد وضد الوزراء. ويمكن مير محمد اللي هو حضرتك النائب دلوقتي قال كلام في غاية الخطورة. قال ما فيش دولة في العالم بتحط كل السلطات التنفيذية والتشريعية تحت إمرتها، تحت إمرة الرئيس كما يفعل أردوغان الآن، إلا صدام حسين في حزب البعث. وكانت نهاية صدام حسين كما العالم يعلمها تماما. هو بيتوقع ان مصير أردوغان هيبقى زي مصير صدام حسين. ده هو نائب رئيس الحزب. تمام. طيب على ذكر تركيا، يعني في برضو خبر هام جدا، وهي ان تركيا بتسمح للأكراد البشمركة للعبور من أراضيها لسوريا لمحاربة داعش، وأمريكا ترحب. ده الجديد بقى ان أمريكا رحبت جدا بهذه الخطوة. والله يا فندم احنا لحد دلوقتي احنا مش فاهمين حكايه موضوع داعش ده. احنا اتكلمنا فيه قبل كده والناس كلها بتتكلم فيه. اذا كانت هو صناعه امريكيه فلماذا تحاربها امريكا؟ اذا كان هو تمويل قطري وتمويل تركي وتمويل ايراني، طب ليه بتحاربوهم؟ ليه انضموا للتحالف لدول التحالف؟ يمكن احنا النهارده حضرتك متابعه ان في خبر في غايه الخطوره ان اوباما عايز يرفع العقوبات من على ايران دون الرجوع للكونجرس الامريكي. وده حاجه خطيره جدا. ايه الرضا الامريكي السامي على ايران؟ ومعروف ان ايران لها ما لها في دول الخليج العربي ولها ما لها من اطماع، وكانت الفرصه كبيره جدا او المعارك طاحنه ما بين امريكا وما بين ايران على وجه التحديد. يعني ايه اللي غير في الاستراتيجيه دي كلها؟ التغير في الاستراتيجيه هي منطقه الشرق الاوسط. انا اتصور ويمكن او عندي يقين ان 30 يونيو حطمت كل احلام الولايات المتحده الامريكيه. ليس كلاما بس زي ما احنا الناس بتقول، انتوا بتقولوا مجرد كلام، لكن ده واقع حقيقي. كون ان اردوغان دلوقتي بيرحب بالبشمركه ان هي تخش
في كوبني مع واللي هي بتبذل دلوقتي حضرتك اكبر مثال للوطنيه وللشرف والدفاع عن العرض هم الاكراد الموجودين طبعا. لكن هو عايز يتخلص من الاكراد يعني مع تحيه داعش. كبيره الحقيقه ليهم اذا كان فعلا في جيش غير نظامي موجود بيحارب بيدافع عن ارضه وعرضه زي ما بيقولوا فيكون هو الجيش. ده جندوا السيدات سيدات دلوقتي كتفها في كتف الراجل في الدفاع عن الوطن. والحقيقه يعني بيحقق نجاحات كبيره ضد داعش بالزبط. يعني وده برضو اللي الناس كتيره بتتكلم فيه انه داعش يعني برضو جيش مش منظم مش نظامي مرتزقه وجيش فوضوي بالظبط. عايز برضو زي ما يقولوا حرب عصابات. هي حرب عصابات عارفه تتعامل معاهم اكتر من اي جيش نظامي تاني. بالظبط يا فندم بالظبط. وهو الاعلام الامريكي والاعلام الاوروبي مديله اكتر من حقه عامل ان داعش ده بعبع الناس كلها خايفه منه. حتى احنا اي دوله تقول لك ده مش عارف ده داعش على الحدود ده داعش هم بيصوروه كده لان هم عددهم كام ده مش اكتر من 10,000 هم بيصوروه كده عشان يحسسوا انه في بعبع كبير وان احنا جايين ننقذكم من هذا البعبع اللي احنا اساسا عاملينه بالظبط كده. لكن بداوا ينقلبوا عشان يخلصوا على الحاجتين. وهي نفس المنطق اللي دخلوا بيه العراق وغيره يعني هي نفس الفكر نفسه هي نفس الفلسفه بالظبط. طيب برضو عشان نخلص من تركيا ونخلص منها السفاره التركيه بالقاهره تتجاهل الخلاف وتدعو مسؤولين مصريين للاحتفال بعيدها القومي. طبعا موقف التركي وعلاقه التركيه المصريه توتر شديد ومش محتاجه نقاش. كون ان هم يبداوا يدعوا السفاره التركيه تدعي المسؤولين المصريين للاحتفال بعيدها القومي يعني هل ده شيء طبيعي بيحصل يعني ولا ده خطوه يعني بتدل على شيء؟ والله يا استاذه هنا السنه اللي فاتت كان طبعا هو العيد بتاعهم ده العيد 91 يعني بيوافق يوم 29 اكتوبر من كل عام. السنة اللي فاتت كان في السفير التركي الذي تم طرده من مصر. دعينا أقول إن هو تم طرده. هو تم طرده من مصر وعودة السفير المصري من أنقرة. بالظبط يا فندم. هو دلوقتي القائم بالأعمال التركي هو اللي بيدعو هذا. هيعمل العيد الوطني بتاعهم يوم الأربعاء اللي جاي. لكن العيد اللي فات بوسطلي أو عوني بوسطلي اللي هو كان السفير التركي في القاهرة قال إن ده سحابة صيف ما بين العلاقات المصرية التركية وإن هو كان بيتوقع بعد شهرين أو بعد 3 شهور أن تعود العلاقات مرة أخرى. لكن بعد شهرين هو انطرد وتوترت أكتر. ما هو انطرد ليه؟ ما هو انطرد نتيجة لتصريحات رئيسه يعني. بالظبط يا فندم. كان المفروض هيتعمل في أحد الفنادق الكبرى العيد الوطني بتاعهم السنة اللي فاتت. لكن بعض المصريين دعيني أقول بعض الوطنيين قاموا بمظاهرات كبيرة جدا قدام بيت السفير قدام السفارة التركية. فتم إلغاء الحفل من إحدى الفنادق واتعمل في بيته واقتصر على عدد محدود جدا من الأفراد. أنا أتصور إن السفارة التركية دلوقتي الدعوة دي مش دعوة رسمية يعني مش دعوة راجعة للحكومة التركية اللي عايزة تفتح صفحة جديدة مع مصر على الإطلاق. وإلا ما كناش شفنا هذا الأردوغان الذي يحارب مصر في كل المحافل الدولية وغير المحافل الدولية. يعني أصلا في تخفيض لمستوى العلاقات بيننا وزي ما بنقول ما فيش سفر أساسا فده ممكن يكون على الإطلاق. حاجة وإن خاصة وإن كان في عندنا بعض الناس يعني بعض مش هنقول مسؤولين لكن بعض القوى الوطنية والقوى السياسية بتقول احنا لابد ان احنا نعيد العلاقات المصرية التركية مرة أخرى. لأن احنا مين اللي لكن هم اللي بادئين. ما هي بالظبط. بس معلش يا جماعة عشان الموضوع ده فعلا يعني فكرة يلا نرجع للحوار الكلام ده لما يكون مع شخص يعني ما عمليش حاجة لكن انت ما بتعملش حاجة والراجل التاني هو اللي عمال ده هو اللي سابق بكل حاجة. احنا دلوقتي بنقول الاستثمارات اخرها الأمم المتحدة. الراجل ساب الكلام عن العالم كله جاي يتكلم عن مصر والانقلاب وغيره يعني. طب انت المفروض ان ويطلق اسم محمد مرسي على احد الشوارع الموجوده اللي عنده مسميينه مع احد المساجد وبيقول لك ان هو صلاح الدين الايوبي. طب هو ما حركش القدس ليه؟ براحته لكن ما يجيبش سيره مصر يجيب سيره اي حد تاني. تمام. طيب غزه تأجيل زيارة الوفد العربي إلى غزة. مصدر مسؤول بجامعة الدول العربية أكد أنه تم تأجيل زيارة الوفد الوزاري اللي كان مفروض انه يكون الخميس المقبل برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح باعتبار بلاده الرئيس الحالي للقمة العربية ووزير خارجية موريتانيا أحمد ولد تجدي الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة والأمين العام للجامعة العربية دكتور نبيل العربي. ده كله تم تأجيله بيقولوا نتيجة يعني الارتباطاتهم الشخصية.
انا يعني اكون صادقا، انا ما عنديش معلومه مؤكده بتقول ايه السبب الرئيسي للتاجيل، لكن اتصور ان هو كان مطلوب طالما ما فيش استعداد للزياره. المطلوب ان احنا هو عموما ايا كان الزياره كانت بكره ولا كانت بعد السنه الجايه، المهم يكون ليها مردود على اهل غزه. ده كلام وليس مجرد زيارات يعني كتابه الاعلام وان الناس راحت والناس جت وما فيش حاجه حصلت، زي ما احنا بنشوف من جامعه الدول العربيه على طول. يعني ربنا يسهل ويكون ليها دور فعال يعني على الاقل. طيب تكمله ايضا لموضوع فلسطين، حقيقه في خبر برضو بيقول الامم المتحده تستجوب اسرائيل بشان حقوق الفلسطينيين. ده طبعا بشان انتهاكها حقوق مزعوم، يعني هو قال بشان انتهاكات حقوقيه مزعومه تتراوح ما بين هدم منازل الى اساءه معامله المعتقلين وتقييد وصول الميه لاهل غزه. واشارت لجنه الامم المتحده الى حرب غزه اللي اتقتل فيها 2000 شهيد منهم 500 طفل وطبعا الاف من المشردين والمصابين. الجانب الاسرائيلي بيدافع عن نفسه، بيقول ان هي يعني ان دي كانت بدايه الحرب، ان كان في صواريخ انطلقت من حماس وان في 3 شبان اسرائيليين ماتوا. واما بالنسبه للهدم فده بهدف الردع، يعني ده كان رد الجانب الاسرائيلي. ده هو انت حضرتك اخر احصائيه في اعاده الاعمار المؤتمر اللي احتضنته مصر وكان لها السبق في هذا الموضوع، كان عدد المنازل التي هدمت والمنشآت 8000 منشأة في خلال 51 يوم. واستشهاد اكثر من 2000 شخص. طيب الامم المتحده كون ان هي تستجوب اسرائيل، يعني هل ده خطوه مهمه جاده ولا يعني الواحد والله احنا لحد دلوقتي احنا شايفينها جاده، يعني مجرد ان هي تطلع حاجات من هذا القبيل ده احنا شايفين ان هي خطوه جاده. ويمكن كوفي عنان لما اسمه بان كيمون لما كان موجود في مؤتمر اعاده الاعمار في مصر هنا كان راح زار غزه. غزة كان المفروض عملت حضرتك إحصائية على إعادة الأعمار 4.8 مليار دولار. المؤتمر اللي كان موجود هنا في مصر وكان برعاية رئيس السيسي كان أكثر من 5 مليارات. عايز أقول لحضرتك على معلومة مهمة جدا، معلش مش هعديها، إن إسرائيل قالت إن في 65% من إجمالي إعادة الإعمار، الفلوس اللي هتيجي لإعادة الإعمار هتدخل الجيوب الإسرائيلية. عشان ايه هانم؟ عشان ان في حضرتك الشاحنات اللي هتخش، رسوم العبور، المواد الانتاج اللي هتخش في اعاده الاعمار. يعني هي المفروض بتعمل كل شويه هتروح تهدم غزه عشان يحصل اعاده اعمار ويحصل تاخد جزء كبير جدا من تمام. الحقيقه هي بس خبر اخير، وهو مش خبر، هي حاجه بس ذكرت كده في الاندبندنت، احب اذكرها سريعا لانها بتبين قد ايه امريكا بلد ديمقراطيه جدا الحقيقه ومش عنصريه خالص. في شابين امريكان عملوا حاجه، تمشوا في شارع من شوارع نيويورك قدام يعني رجل شرطه بملابس العاديه، الجينز والتيشيرتس وكده، وبعدين افتعلوا خناقه، الراجل ما جاش جنبهم تماما وخلصت الموضوع وعدى. نفس الشابين دول بعديها بشويه راحوا لبسوا ملابس اسلاميه، يعني او اللي هي ملابس، يعني مش عايز اقول اسلاميه ولكن هو الشكل الاسلامي اللي هو بيلبسوا حاجات على راسهم زي مثلا الافغان او غيره، وجلاليب وغيره، وعملوا نفس الموقف وعدوا قدام نفس الشرطي وافتعلوا الخناقه. الراجل قبض عليهم وحطهم طبعا وشهم في الحيط وطلع سلاحك وانت مين وبطاقتك مين وكذا، وكتبوا وطبعا عملوا ده فيديو موجود على اليوتيوب. اكتبوا كده الاندبندنت واكتبوا على البوليسمان الموجود في نيويورك ده، كانوا بيتكلموا هنا او بياكدوا هنا قد ايه امريكا بلد عنصريه وطائفيه لمجرد لبسهم المختلف. اتغير تماما موقف الشرطي منهم. طبعا هم قلقانين ومرعوبين من اي حد طبعا بهذا الشكل، لم تتغير، لكن هي الفكره ان هم عايزين يبينوا ان عمرك ما هتحكم على حد بشكله ولا بلبسه ابدا، يعني كل اللي عندك ليه هو فعله. بشكرك شكرا جزيلا كاتب الصحفي استاذ اشرف بدر. وبعد الفاصل مشاهدينا زميلي شريف عبد الوهاب وفقره عن انتخابات البرلمانيه القادمه.